يعني ايه مواطنين اغنى مننا؟ هو اللي مواطن اللي بياخد 3000 و4000 و5000 و10000 هو ده مواطن؟ هتقول لي انت بتقول كده وانت مسؤول. ايوه انا مسؤول، وعشان كده بشرح بقول ما اقدرش. المواطن بتاعي لسه لازم اول املى له جيبه بايه؟ بشغل، بوقت كتير وجهد كتير هنعمله يا دكتور مصطفى. فارجع تاني للدكتور خالد، فقلنا نعمل الصندوق ده. فانا النهارده الصندوق ده فيه كام؟ 70 مليار، وهم بيعرضوا عليا من كام يوم. قال لي لو ما خدناش بالنا، مش كده يا دكتور؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ قال لي ممكن ايه في خلال كام سنه؟ 27 28 27 28 الفلوس اللي فيه ايه؟ تروح كلها. ايه؟ تروح كلها. علي صوتك. تروح كلها. قلت له لا 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 لا، غير مقبول. غير مقبول ان الفلوس ايه؟ لازم الصندوق يكبر ويزيد، يكبر ويزيد. طيب يعني مش عارف لو دخلت على النقطه دي المهمه، هو من غير ما اجيب اسماء مستشفيات، كان في مستشفى بتفتح من سنتين كده، جمعيه اهليه عاملاها، وجمعيه وكل الجمعيات الاهليه محترمه جدا كلها. فبيقول سالت اللي هو المسؤول عنها بالتليفون، قلت له عندك رياعه اللي يساوي تكلفه ايهاب؟ انا موقفه كده كتير. لا تعتمد. طب معلش، تعتمد. ما هي فرصه بقى. تمام. فقلت له عندك فرصه انك انت يبقى عندك ريع ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس لصرف على المستشفى؟ قال لي لا. قلت له انت ماشي فيه ده غلط، اللي انت ماشي ده في ايه؟ غلط. قال لي ازاي؟ قلت له كده، انت ما بتعملش النهارده مسار منتظم على فرضيه غير ايه؟ منتظمه. غير منتظمه. الفرديه اللي غير منتظمه ايه؟ ليها تبرعات الناس، ممكن تزيد وممكن تقل. لكن اللي انت لو انت جيت قلت المستشفى دي هتتكلف في السنه 20 مليون جنيه، يبقى ال 20 مليون جنيه دول في رقم في البنك مربوط يجيب لي ال 20 مليون جنيه، يبقى في استقرار للعلاج بتاع الايه؟ المواطنين. المستشفى. لو ما عملتش كده هيبقى في مشكله. او تاخد جزء من الناس. قال لي لا، جزء من الناس ما اقدرش اخد. ما اقدرش يا دكتور؟ ما اقدرش اخد. طيب خلاص، لازم يكون عندكم صندوق فيه رقم يتزايد وتجيبوا له موارد، عشان لما نيجي نخش على انتوا خدتوا محافظه بورسعيد كعنوان، مش كده؟ طب انتوا في محافظات اخرى ظروفها ايه؟ اصعب، مختلفه، اصعب. فانت ممكن تقول ايه؟ طب النتيجه اللي هو التجربه بتاعتكم اللي عملتوها في بورسعيد مش هتبقى 100% صح يا دكتور خالد؟ صح، في تطبيقها على محافظات كثيفه بالظبط. الاعداد. فقلنا لازم يكون عندنا صندوق نحط فيه اموال ونعززه وندعمه من مصادر اخرى، بحيث لو دخلنا على محافظه طبقا للمعايير والحسابات الاكتواريه اللي اتعملت في وزاره، في المختصين عملوها للبرنامج، لما تقل اخد منين؟ من الصندوق. بالصندوق. فالفكره دي قد تكون في دول تانية متقدمه عننا واغنى مننا ما تعملهاش. ليه؟ عنده موازنه تقدر ايه؟ تغطي التكلفه، تغطي، ثم مواطنيه اغنى مننا.